انا عارف يا عزيزي ان انت نفسك تسمع كلام عن الفضائيين اللي بنوا الاهرامات، وان هم يعني كانوا بيستعملوها راوتر، عشان كده نص قطر الهرم يساوي محيط الكره الارضيه مقسوم على 12 وتلت كده. عزيزي المشاهد، في الاهرامات لم يكن هناك فضائيين غير المصريين القدماء، والموضوع مش محتاج غير ذكاء وملاحظه لقوانين الطبيعه والتجربه والخطا. لو خليت الهرم نسبته طويله زي بتاع السودان هيحتاج حجاره اكتر، وده معناه ان وزنه هيبقى اتقل. والمشكله الاهم والاكبر اللي بتواجه اي انسان بيعمل اي مبنى هي حاجه كده، يعني اظن انت جربتها لما كنت بتنط والارض بتشدك، الجاذبيه. لو حليت هذه المشكله هتعمل اللي انت عايزه. ممكن تحل هذه المشكله بان انت تخفف وزن المبنى. لو قارنت مثلا باطول مبنى في العالم النهارده اللي هو برج خليفه، ارتفاعه اكتر من 800 متر، والهرم الاكبر ارتفاعه حوالي 140 متر. تقريبا برج خليفه اطول من الهرم 6 مرات. تخيل يا عزيزي 6 اهرامات فوق بعض عشان توصل لبرج خليفه، لكن على الرغم من كده الهرم اتقل 10 مرات. يعني انت محتاج 10 برج خليفه مربوطين مع بعض عشان توصل لوزن هرم خوفو لوحده. عزيزي المشاهد، انت فشلت في تحدي الهرم ومش هتعرف تبني هرم عشان انت قاعد مشغول بالهرم نفسه ونسيت الوزن ده كله على بعضه هيقف على ايه. لو ما حسبتش ده هيحصل زي ما حصل لبرج بيزا المائل. حصل له ايه يا ابو حميد برج بيزا؟ مش فاهم والله يا عزيزي، بقى زي بختك مايل. سيبك يا عزيزي من برج بيزا خالص وخلينا في مصر. هيحصل زي ما حصل في هرم تاني قبل كده اسمه الهرم المحدب. عمك سنفرو كان عايز يبني هرم عالي ويكون هرم حقيقي مش زي بتاع زوسر. زوسر ده راجل بتاع مساطب، بس سنفرو راجل شيك. المشكله ان سنفرو ما عملش حساب وزن الهرم صح وبناه بنسبه تديله ارتفاع اكبر. التربه تحت الهرم يا حبه عيني ما استحملتش فبدات تنهار.